أعزائي المشاهدين متابعي موقع صفحة تحيا مصر، مساء الخير جميعا عليكم. نحن الآن متواجدين هنا داخل محافظة الأقصر بجوار قصر ثقافة الأقصر، اللي النهارده كان حديث السوشيال ميديا، والكل بيتكلم النهارده عن قصر ثقافة الأقصر بعد زيارة الدكتور هنو وزير الثقافة النهارده، وكان بيتفقد أحد قصور الثقافة، ووجد النهارده وهو بيتفقد قصر الثقافة في محافظة الأقصر وجد مجموعة من الناس بينقبوا على آثار أمام قصر ثقافة الأقصر. تعالوا بينا نعرف التفاصيل واحنا بنصور أمام حضراتكم بعد ما تم ردم المكان اللي كان داخل بجوار قصر الثقافة اللي كان بيتم فيه التنقيب على الآثار. نحن الآن موقع تحيا مصر موجود أمام المكان بعد ما تم ردمه، وتعالوا بينا نحكي لحضراتكم التفاصيل وإيه اللي حصل النهاردة أمام قصر الثقافة، وإيه اللي عمله النهاردة الدكتور هنو وزير الثقافة واللي كان بيرافقه محافظ الأقصر. القصة وما فيها: شركة توريدات من أسوان تقدمت بطلب لرفع كفاءة أحد قصور الثقافة في الأقصر بشكل مجاني مقابل دعاية للشركة. الثقافة في الأقصر رحبت بيهم، وكمان اختاروا قصر ثقافة الطفل في أبو الجود، اللي هو عبارة عن شقتين اللي بنشوفه أمام حضراتكم بمساحة 140 متر، دور أرضي في عمارة سكن اجتماعي، وصمموا عليها بحجة مكان صغير مناسب للميزة بتاعتها، وكمان تابع للمحافظة وميز المدينة، لأنه مؤجر منهم، لأن ياخدوا منهم موافقات راحوا بها للمحافظة وميز المدينة، وحصلوا على موافقات وفقا لكلام الثقافة، وبدأوا يوم 25 فبراير وسط الأهالي وسط الناس، ومحدش حس بيهم نهائيا. متابعي موقع صفحة تحيا مصر، بالصدفة حصل هبوط أرضي في الشارع قدام قصر الثقافة، وهو اللي كشف القصة اللي بتقول عليها ميز. القصة زي ما بنشوف أمام حضراتكم، ونحن متواجدين أمام المكان اللي كان فيه التنقيب على الآثار. شركة توريدات من أسوان جاءت هنا لقصر الثقافة، وصممت إن هي تعمل دعاية لقصر الثقافة لمدة فترة معينة، وكمان صممت على المكان إن هو يكون قصر الثقافة اللي هو عبارة عن سكن اجتماعي بمساحة 140 متر. وكمان المكان اللي انتم بتشوفوا امام حضراتكم حصل تنقيب عن الاثار، وبنشوف امام حضراتكم المكان اللي فيه السكن الاجتماعي اللي بنشوفه امام حضراتكم. ادي الشقتين اللي بنشوفهم اللي حصل فيهم التنقيب على الاثار، وشفنا اللي حصل النهارده. وجاء الدكتور هنو وزير الثقافه النهارده لما كان بيتفقد الشقتين اللي هم امام حضراتكم، لكن حصل اللي حصل النهارده واللي كان الايام اللي فاتت وسط الاهالي كلها اللي موجوده في منطقه سكنيه. حصل ان وزير الثقافه الدكتور هنو وهو بيتفقد وجد مجموعه من الناس بتنقب عن الاثار، وتم تحقيق في هذا الموضوع وتحويل كل المجموعه المتورطه في الموضوع للنيابه الاداريه. بنتابع مع حضراتكم اعزائي المشاهدين متابعي موقع صفحة تحيا مصر، وبنحكي لحضراتكم التفاصيل كاملة عن الموضوع وعن الشارع اللي موجود فيه قصر الثقافة. ونشوف امام حضراتكم ادي نحن موجودين امام قصر الثقافة، وعرضنا لحضراتكم القصة وما فيها. القصة كاملة اللي كان فيها النهارده التنقيب على الآثار. مكان بيجاور قصر الثقافة، مكان موجود بجوار قصر الثقافة تم التنقيب فيه على الآثار. زي ما انتم شايفين ادي الناس ماشية في الشارع عادي، وكانوا الأيام اللي فاتت نفس الكلام أمام المكان اللي بتشوفوه أمام حضراتكم شغال التنقيب على الآثار. اللي كشف الموضوع النهارده هو هبوط أرضي حصل قبل زيارة الوزير، وكان سبب الهبوط هو التنقيب على الآثار. زيارة الوزير كشفت كل حاجة وأحال كل المجموعة للتحقيق. متابعي موقع صفحة تحيا مصر، شرحنا لحضراتكم كافة التفاصيل، ومعاكم لحظة بلحظة في هذه القصة التي شغلت الرأي العام وشغلت مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، الفيسبوك، تويتر، كل المواقع وكل صفحات التواصل الاجتماعي. بنشوف امام حضراتكم واحنا بنعرض لحضراتكم كافه التفاصيل. انا بشكر حضراتكم على هذه المتابعه الجيده، وكنا امام حضراتكم واحنا بنعرض لحضراتكم ادي المكان اللي كان فيه التنقيب وتم ردم المكان. وكانوا عاملين حاجه غريبه من بره، كانوا حاطين زي خشب من بره على اساس انه رايح واللي جاي يفتكر ان في تشطيبات خاصه بقصر الثقافه. بشكر حضراتكم اعزائي المشاهدين متابعي موقع صفحة تحيا مصر. كان معكم من محافظه قنا محمد اسعد. شكرا.